ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. نسمي الرحمن ده النهارده هنعمل اكله ما شاء الله، يعني احنا بالنسبه لنا ما بيختلفش عليها اتنين. طبعا كل الناس بتحب الجناح. الجناح هنعمله النهارده كوكي بطريقه سهله وبسيطه. بصي بقى، تجيبيه جناح صافي مفيش مشكله، تجيبي جزء زي ده كده. بصي بتتباع كده عادي جدا. انا غسلاها وشايله منها الريش وشايله منها اي حاجه، بس لسه بقى ما نقعتهاش في ليمون وملح وسكر زي ما بعمل معاكم كل مره. تمام. ممكن تشتريها كده زي ما وريتك الجزء كامل، وممكن تشتري الجناح كده، يعني الكيلو من الجناح بس كده لوحده ده ب50 جنيه النهارده، والجزء على بعضه ب30. والرقب اللي هو زي ده كده بس كده الجزء لا اله الا الله، الرقب زي ده كده لوحده كده بجلدته كده الكيلو ب20 جنيه. تمام. فانا جبت من الجناح صافي، وجبت من الاجزاء، وجبت من الرقبات صافي. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. قلت برضو عشان ايه، لو جبتي كده هتعملي ايه، لو جبتي كده هتعملي اوريكي يعني. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت قشر ليمون وقشر برتقال وملح وسكر وحبه خل صغيرين، وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله هتبقى زي الفل، ولا شم ريحه زفاره ولا اي حاجه. هسيبها بقى منقوعه كده شويه عبال ما اجهز لها تتبيله، وان شاء الله ان شاء الله الفيديو هيعجبكم وهتستفادوا منه كتير. بس ما تنسوش تحطوا اللايك وكملوا معايا الفيديو للاخر. شايفين كده ما شاء الله انا غسلت الفراخ وزي الفل وبيضه قشطه. يلا بقى عشان نتبلها. بسم الرحمن. ندخل على الطبق الجميل ده. طبعا اهم حاجه في التتبيله البصل والثوم. ماشي. انا ما عنديش بودر، رحت ضاربه بصل في الخلاط نعمت خالص، وحطيت له طماطمايه. بصوا عشان انا هتبل الكميه كلها، هتبل الجناحات والرقب وكل الكلام الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله. بصوا ليمون، دول ليمونتين كبار كده محترمين للناس. ماشي. وطبعا ضربه البصل بملح عشان خاطر ما يعملش ريحه مش حلوه. سمي الرحمن. فلفل على قد الكميه اللي انت جايباها، يعني لو انت جايبه اقل من كده ما تحطيش الكميه اللي انا بحطها. التوابل نسبه وتناسب. زعتر يدي طعم جميل قوي للفراخ. كاري، كركم، بيدي طعم ولون. بابريكا، ماشي تمام عشان ما انساش حاجه. كزبره، وكمون. نحط كمان اللهم صل على النبي ورق لورا وحبهان مطحونين. بصوا حاجه بسيطه كده. نقلب الميكس التحفه ده. وطبعا احنا حاطين ملح، انا عامله البصل بملح. ماشي. الخطوه اللي جايه بقى ان انا هقطع الفراخ عشان الجناح كامل، يعني الجناح القطعتين ماسكين في بعض. فانا هفصل القطعه دي. بصوا القطعه دي كده هفصل دي وهخلي دي هقطعها. تمام. والرقبات زي ما هي يعني. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الرقب. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. في كده كل الرقب اللي معانا نحطه، وبعدين نحط بقى
الجناحات اللي احنا هنقطعها، لان انا هعملها كوكي فمش هعملها على وضعها كده، عشان تبقى القطع منفصلة وتستوي براحتها. تمام. يا سلام بقى لو انت عامله الميكس ده وسايباه شويه في التتبيله، هيبقى تحفه، هتاكلي وتدعيلي. اقطع بقى انا بقيه الاجزاء دي والجناحات، واقلب التتبيله، ونرجع مع بعض نشوف شكلها بقى عامل ازاي. اهم حاجه اوعي تنسي تحطي اللايك. انا تبلت الجناحات كلها والرقبات كلها زي ما انتم شايفين كده. قطعت الجناح كده، بسم الله. بصوا فتحتها على قد ما اقدر، فتحتها كده عشان تشرب من التتبيله. ليه بقى؟ لان انا هشتغل على طول. والرقبه نفس الكلام. بصوا انا كنت رافعه كده، ترفعي الجلد كده اهي كلها. بصوا غطسيها في قلب التتبيله عشان تشرب. بصي كده، بصي انا رفعت الجلد كده كده زي ما انتي شايفه كده، واروح ايه مغطساها في قلب التتبيله عشان تشرب من التتبيله دي، لان انا هشتغل على طول. لو انتي بقى جبتيها وتبلتيها وشلتيها في الفريزر، طعمها تحفه تحفه تحفه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. جربي وان شاء الله هتدعيلي. يلا بقى عشان نعمل الرز اللي احنا هنحشي بيه، ونسيبهم بقى ياخدوا يدوا كده مع بعض شويه في التتبيله عبال الرز ما يستوي. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الماده الدهنيه بتاعتي، وحطيت فيها مكعبين ماجي، وحطيت الرز وقلت ايه اشوحه شويه زي ما انتوا شايفين كده. ما عملتش اكتر من كده. طبعا مجهزه البصل جنبي، عاملاه بملح، شويه ملح بس، لسه ما حطيتش عليه الفلفل. الفلفل نحطه بقى مع الرز. اعملي الرز على قد الكميه اللي انت هتحشي بيها. لو حابه تزودي حد بيحبه عندك تمام، ما فيش اي مشكله. بسم الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي كده. كده انا حله كويس عشان نمكس كل الكلام الجميل ده مع بعضه. كده ايه اول تقليبه. ماشي. نحط بقى الفلفل. بسم الله. يبقى طعمه حلو. الفلفل بيخلي الرز ده ما شاء الله عليه طعمه تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بحب ادي البصله تشويحه كده، يبقى طعمها جميل. بعدين انا مش منعماها قوي، انا ببص تخلي او على حسب ما انت بتحبي بقى. لو حابه انت تنعميها قوي تمام، لا انا بخليها زهره كده نوعا ما عشان لما تستوي ما تختفيش. لا انا عايزه البصل يبقى باين، يبقى طعمه جميل. وبديله التشويحه دي عشان برضو يستوي شويه، ما يبقاش مقرمش، يعني لما نيجي ناكل كده ما يقرمش. كده بقى اشوح فيه شويه. ولما اجي اديله الميه انا مش هديله الميه كامله. بسم الله. نقلبه برضو شويه كمان بس كده حله كويس. طبعا انا دعكه البصل بملح، والماجي فيه ملح، فخلي بالك عشان ما يحدقش معاكي. وكمان الفراخ متبله بملح، فحاولي تظبطي ايدك. بسم الله الرحمن الرحيم.
انا مش عايزه الرز مستوي قوي، عشان انا لما هحشيه هعيد تسويته تاني، هيكمل بقى مع الرقبات. تمام. يعني يا دوب زي ما انتي شايفه كده، الميه مش مغطياه. بس بقى نسيبه بقى اول ما يغلي نوطي عليه النار، وبعد كده نغطيه ونسيبه بقى يتشرب كده مع نفسه، عشان يبقى 75% تسويه، ما يبقاش مستوي سوا كامل. وانا ماسكه الجزء ده في ايدي فوق، والجلده هي اللي تحت، هي اللي مفروده كده. عشان ايه؟ عشان تملكيها. بسم الله الرحمن الرحيم. تحطي بقى الرز كده بالراحه كده، افردي الجلده وحطي فيها كده، وحاولي تظبطيها على قد ما تقدري، زي ما تيجي معاكي اقفلي. ماشي. بصي كده، عشان خاطر انا هروح ايه حاطه ده كده كله على بعضه كده، واروح ايه قافله. بصي بقى كده، الحته اللي تلاقيها ما فيهاش رز حطي فيها كده، عشان بعد كده هتديكي شكل ايه، كأنها فرخة محشية. ماشي. زي ما انت شايفة كده، كل حتة خدي من هنا كده وارفعي لفوق كده، عشان تشدي الجلدة دي كده كده، زي ما انت شايفة كده. طبعا شاربة من التتبيلة. اي جلدة بقى تشديها كده، روحي شبكاها في اي حتة عظمة، عشان ايه تمسك معاكي كده. ماشي. نشد من هنا كده كده، نيجي هنا على دي. حاسه ان هي لسه الحته اللي قدام دي، بصي قربي كده يا ماما، الحته اللي قدام دي كده لسه فيها مكان فاضي كده، احط كده. ماشي. واروح لما كده الجلده كده، ومن هنا اروح لما كده. بصي ارفعي لفوق شويه عشان يظهر اكتر. بصي كده، انا قفلت كده كده، وتبقي ملكاها كده. بصي انا بلمها ازاي كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده، واروح ايه عدلها كده. بصي من هنا كده، ارفعي يا ماما فوق شويه اهي كده. بصي اهي كده، اديتك بقى شكل الفرخه. بصي عامله ازاي. بصي ما شاء الله لا قوه الا بالله. حطها بقى في الصينيه كده بالراحه كده. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتي شايفه كده، انا رصهم كده. بصوا ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ده بقى ايه، انا كنت جايبه فراخ قبل كده وكنت سلخاها، كنت شايله الجلد بتاعها، فطبعا ما رمتوش. هعمل معاكم واحده دلوقتي. هاتي بقى هنا حبيبتي. وبرده كنت متبلاه قبل ما اشيله. بصوا اهو، ده الوش بتاع الجلد، وده الظهر. تمام. افرده كده، واروح حاطه ده اللي من جوه يعني. بصوا التتبيله اللي كنت شايلاه في الفريزر متبله، نلمها بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده ما شاء الله، كأنك بتلفي ايه صباع محشي ولا حاجه. بس اهم حاجه تشيل الرز ده كده بس كده، ونحط بقى في الصينيه ونظبط الدنيا، وبعدين نولع الفرن عشان نسوي الاكل بتاعنا. انا خلصت حشو زي ما انتم شايفين، ما شاء الله الصينيه زي الفل. احطها بقى في الفرن، مش هعمل فيها اي حاجه، سيبها بس الاول كده من غير غطا. انا حطيت لها نص كوبايه ميه ومن غير غطا شويه، وابص عليها، حسيت ان الميه نشفت وهي لسه قدامها شويه، ممكن اديها نص كمان. الدنيا تمام بالنسبه لها وحلوه، لان الرقبات كانت منقوعه، فاكيد شاربه من التتبيله. احمرت قبل الرز ما يستوي هغطيها. النار تمام والرز استوى واحمروا مع بعض، برضو هنفضل متابعينها. كملوا معايا الفيديو لحد ما تطلع ان شاء الله الصينيه، وتشوفوا شكلها بقى عامل ازاي. انا خلاص الفراخ في الفرن والدنيا تمام. اظبط انا بقى الدنيا مع الجناح. انا شلت الجناحات. بصوا ما شاء الله شكلها جميل ازاي. التتبيله دي ترجع لك، عايزه التتبيله تبقى حمرا كده تمام، عايزاها تبقى صفرا شيلي الطماطم وحطي الكركم. يعني التتبيله دي بتاعتك انتي، اظبطي دنيتك على قد اللي موجوده عندك، على مزاجك براحتك. الاطعمه دي ترجع لك. تمام كده. الدقيق انا حاطه عليه التوابل نفس اللي انا حطيتها على الجناحات، حطيت عليه التوابل. وشلت شلت الجناحات من الطبق، بس عشان انا مش هعرف بقى انقل التليفون واوريكم. انا شلتها في حاجه
وخليت التتبيله في نفس الطبق. فانا بشيل القطعه كده واعمل كده، ايد مبلوله وايد ناشفه. بصي تعملي كده، بصي بصي انا بعمل ازاي، بضغط عليها ازاي كده كده جامد كده، ما تخافيش، هو ني مش هيتهرس معاكي يعني. بصي كده كده زي ما انت شايفه كده، تمام. وبعدين اخده واروح منزلاه تاني في التتبيله، وما تقلقيش عشان بس ايه يديله الطبقه اللي عليه، اللي هي الكبيره قوي دي، اللي بتلاقيها في افخم المطاعم. بصي بقى زي ما انت شايفه كده برضو نفس الكلام. بصي بصي يعني ايه، اتكي عليها بايديكي كده، ما تقلقيش كده زي ما انت شايفه كده. انا بلفها تحت ايدي، مش بتك في اتجاه واحد، لا بلفها تحت ايدي. بصي بصي القطعه بقت بسم الله ما شاء الله قد ايه. بصي اهي، اسيبها بقى واعمل غيرها. اعمل معاك واحده كمان. ما شاء الله لا قوه الا بالله. لما بشيلها من التتبيله اكيد بتصفي، فانا بروح ردها تاني في الطبق واعمل برضو كده زي ما انتوا شايفين 5 كده، وبعدين اروح منزلاها تاني في التتبيله. ماشي زي ما انت شايفه كده، الطبق مليان حبه دقيق حلوين عشان ما يبقاش ايه، يبقى الدقيق كافي عشان ما تعملش، ما تبقاش مش عامله معاكي الطبقه دي. بصي ادي كده اول مره، تمام. هنحطها بقى تاني في التتبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدل ما احطها في ميه، يعني هما بيحطوها في ميه، ماشي تمام اهي. بصي اروح عامله كده، وبرده نفس الكلام، بس افضل حاجه وانتي شغاله ايد في الدقيق وايد تبقى للتتبيله، عشان ما تبقاش ايديكي كلها ايه معجنه كده ويبقى شكلها مش لطيف وتبقي متضايقه وانتي شغاله. او لو بتعرفي تشتغلي وانتي لابسه كلوفز مفيش مشكله، لكن انا متعوده ان انا بشتغل كده. بصوا بصوا ما شاء الله، بصوا، وحاجه انتي عاملاها بايديكي غسلاها ومتبلاها وظابطه الدنيا اهو زي ما انتي شايفه كده. اسيبها بقى واكمل اللي بعدها، اعمل كل الكميه. هتحمريهم كلهم تمام، مش هتحمريهم ممكن اشيلهم كده زي ما بتبقى كوكي متباعه، هي نفس الكلام، وتاخد براحتها وقتها في السوا، مفيش اي مشكله. حابه تعملي تشيليها بتتبيلتها برضو مفيش اي مشكله، اللي يريحك انت اعمليه. ده اكلك وشغل بيتك، وربنا يا رب يصلح ما بين ايدينا كلنا ويجعل لنا اي لقمه بالف هنا وشفا. انا خلصت كل الجناحات اهو كلها ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، اللهم صل على النبي. هحمر اللي هحمره بقى، والباقي هشيله في الفريزر على وضعها كده. انا حاطه كيس بلاستيك عشان خاطر ما تلزقش، لان انا لما اجي اشيلها هلاقيها بقى كل الدقيق اللي انا عملته بالتتبيله هيلاقيه كله لزق في قلب البلاستيك. لما تحطيها في الفريزر تيجي تطلعيها هتبقى قطعه واحده، مش هتسيح منك ولا حاجه. انا خلاص خلصتها، هدخلها الفريزر على طول، مش التلاجة، الفريزر على طول. زي ما انتوا شايفين كده، انا مجرد ما الزيت سخن رحت حطيت الكنتاكي وسبتها بقى، وطيت النار عليها وسبتها. بصي بصي بيغلي ازاي كده، النار واطيه براحتها خالص، تستوي براحتها، ما تستعجليش عليها. الحمد لله يا حبايبنا، انا طلعت الصينيه من الفرن وحمرت الكنتاكي وحمرت جنبها بطاطس، وعملت طماطم وبصل وخيار ورشيت عليهم شويه سماق، وطبعا التوميه حبيبه الكنتاكي انا كنت عملتها معاكم قبل كده. بصوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا سامعين الصوت، سمينا يعني انا عايزه اعمل اكتر من كده، هي ما شاء الله مقرمشه وتحفه. اللهم صل على النبي، حاجه كده تفتح النفس. تعالوا بقى كلوا معانا، يا ريت ما تكونوش نسيتوا تحطوا اللايك، واللي اول مره يدخل قناتي يشرفني يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله اي فيديو جديد. واتمنى تجربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.